هنعمل بقى النهاردة وصفة ساندويتشز كده زي ما انتوا شايفين، اقتصادية وبتتعمل حرفيا في 10 دقايق بالظبط هتكون جاهزة معاكم. وهعمل بقى النهاردة صوص كده فظيع وحلو قوي قوي قوي، وينفع كمان نديها لأولادنا في لانش بوكس. صحية وجميلة وحلوة وسريعة جدا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنحمر كده بطاطس تمام محمرة. طبعا الاطفال بتحبها جدا والكبار كمان، وحاجة كده نضيفة في البيت وعاملينها حلوة قوي قوي. وهنجهز كمان معاها فلفل رومي وهنقطعه حلو قوي قوي. وكمان هنعمل كده معاها بصلاية كده صغيرة وهنتبلها بملح وفلفل اسود وبهارات، وهنقلبها كويس قوي. وهنقطع كمان زيتون، وهنقلي ستريبس عندنا في التلاجة او بانيه او قطعة بانيه كده متبقية عندنا من اكل، يعني هنقطعها ونشوحها كده في معلقتين زيت تبقى حلوة قوي. انا هنا كان عندي بانيه كده كان جاهز، فقليته. هو حلو قوي قوي. هي وصفة اقتصادية، يعني ممكن لحمة ممكن فراخ ممكن تعملوها بالبطاطس، بس بجد اقتصادية جدا جدا جدا. وحرفيا مش هتاخد منكو 10 دقايق بالظبط هتكون كل حاجة معانا هتكون جاهزة. بصوا بقى عملنا الصوص اهو بتاع الساندويتش، مايونيز ومستردة وكاتشب. ممكن طبعا لو عندكم صوص رانش، اي صوص عندكم. بصوا دي حرفيا الوصفة دي هتتعمل ببواقي التلاجة بجد، يعني اي حاجة عندك بجد تقدري ان انتي تعمليها بيها بجد. وعندنا بقى هنا ده رقاق طري، ممكن تعمليها بعيش تورتيلا تمام، او توست او عيش حتى بلدي. بجد تتعمل كده للاطفال الصبح في اللانش بوكس، هتبقى حلوة قوي قوي قوي. ويعني مش غالية خالص واقتصادية جدا. تنفع غدا، تنفع عشاء كده خفيف، تنفع سناكس. فبجد حلوة ويعني تنفع في كل الحالات وسريعة كمان. حطينا بقى الصوص اهو الاول، وهنحط بقى البطاطس كده المحمرة، كانت مقرمشة كده وكانت تحفة. وهنقطع كمان البصل، لو انتوا مش حابين البصل ممكن ما تقطعوهوش، يعني دي حرية شخصية. انا قلتلكوا دي حرفيا ببواقي التلاجة، يعني ميزانية بقى كده اخر الشهر خلاص الميزانية بتكون ضاعت خلاص. فايه بواقي التلاجة، اي حاجة عندك في التلاجة حطيها مش هتقول لا خالص. وهو عندنا بقى هنا البانيه اهو قطعته بقى كده وهنحطه. بصوا اصلا الشكل كده يفتح النفس بجد. وحطيت بقى هنا كان عندي بقى جبنة موتزاريلا كده، حطيتها بقى عشان لما نحطها على النار تسيح كده وتبقى خطيرة. بصوا ونلف، اهم حاجة نلف جامد قوي قوي. زي ما قلت لكم ينفع تعملوها بعيش تورتيلا او عيش اللي هو السوري بكريب، اي عيش متوفر عندكم اعملوه بيه. هنا انا كان عندي ده رقاق فعملت بيه. انا عملت الاول لفة ودي لفة تانية. بصوا دي خليته متني كده. بصوا جميلة قوي قوي ولذيذة يا جماعة وطعمة بجد، الاطفال هيحبوها قوي. وكمان صحية لان احنا حاطين فيها خضار. تنفع كمان تحطوا فيها مثلا بقدونس، شبت، كزبرة، وطبعا فلفل الالوان. ينفع تحطوا فيها اي خضار عندكم، مثلا الاطفال مش بتحبوا او كده تقطعوه كده وتحطوه فيها من جوه. طبعا هما مش هيبقوا شايفينه، بس هياخدوا طبعا القيمة الغذائية منه. فبصراحة هو حلو قوي قوي يا جماعة، بجد الوصفة دي خطيرة خطيرة، وبجد الاطفال بالذات هتحبها قوي قوي. بصوا بقى اهو هنا خلاص خلصنا. لذيذة ومقرمشة وحلوة قوي قوي. انا بحطها كده معلقتين زيت في طاسة وبنزلها كده على الوش وعلى الظهر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم سالمين ودمتم بألف خير. متنسوش اللايك والفولو والاشتراك في القناة. مع السلامة.